انا عايز اتجوز على مراتي. مش انا يعني، ده واحد بيحكي لي. كنت في احد الاماكن بدي محاضرة عن اسباب المشاكل الزوجية، وانا خارج لقيت شاب في اواخر الثلاثينات. قال لي والله انا جيت المكان ده بالصدفة، انا اول مرة في حياتي اجي المكان ده، وانا بصدد اخد قرار مصيري في حياتي، وانت ربنا بعتك ليه. قلت له خير، ايه المشكلة؟ قال لي أنا متزوج وعندي 3 أولاد، وأنا صاحب شركة بتعمل في المجال الفلاني، وزوجتي مشغولة مع الأولاد بشكل مبالغ فيه. تصحى من النوم بدري جدا، تجهز الشنط اللانش بوكس، توديهم المدرسة. بيرجعوا من المدرسة بتكون جهزت الأكل ورتبت البيت، وهي نظيفة جدا وشاطرة جدا. تمارين بقى ودروس ومذاكرة لحد بالليل. برجع أنا طبيعة شغل برجع متأخر شوية، بتكون هي لازم تنام بدري عشان تقدر تصحى بدري. ممكن في الأسبوع يوم ولا 2 نقعد مع بعض علشان الجمعة والسبت، إنما بقية أيام الأسبوع الموضوع صعب جدا. اتعرفت على صاحبة شركة بتعمل في نفس المجال، مطلقة معهاش أولاد، وبدأنا نرتب ترتيبات الجواز. خلاص اتفقنا على الجواز، بس انا متردد جدا وحاسس ان انا بعمل حاجة غلط، ومراتي ما تستاهلش مني كده، ومش عارف اعمل ايه. فكان اول سؤال سألته له: انت عايز تتجوز ليه؟ ايه الهدف؟ يعني شهور الصيف قال لي بكون احسن انسان في الدنيا، بنسافر وبنروح وبنيجي وبنسهر وبتبقى الدنيا حلوة، وهي بتبقى في احسن حالتها. قلت له يعني ده السبب الوحيد اللي انت علشانه عاوز تتجوز؟ قال لي اه. قلت له طيب تعال نحسب الجوازة التانية دي. فقعدنا نحسب، لقيناه هيجيب شبكة ويأجر شقة ويجيب عفش ويدفع مصروف شهري كبير مش قليل. قلت له ايه رأيك نوفر كل التكاليف دي ونجرب تجربة لمدة 6 شهور؟ قال لي هي ايه؟ قلت له هنجيب خادمة، انت راجل مقتدر وميسور الحال، هتشيل عن مراتك شغل البيت، الكنيس والاطباق والمواعين وتجهيز الاكل، ومراتك يا دوب هتبقى فاضية توصل الولد درس وتجيب عيل من التدريب ولا حاجة، وكمان مصروف كده تشابرق نفسها وتروح كوافير ولا تروح مكان، وتبقى ست بيت قاعدة هانم. ونشوف لو استمر الوضع على ما هو عليه تزوج. قال لي ماشي. وبالفعل راح عمل اللي اتفقنا عليه. وبعدها بشهور طويلة أنا نسيت الموضوع، اتصل بيا وقال لي جزاك الله خيرا، انا فلان الفلاني قابلتك في المكان الفلاني واتكلمنا في الموضوع ده، والدنيا بقت يعني اتغيرت 180 درجة. زوجتي شايلة جزمتي فوق راسها، واهلها شايليني فوق راسهم، اولادي عايشين مبسوطين وسعداء، وانا عايش سلطان زماني في البيت. الراجل من حقه يتجوز، ولكن يفكر السؤال رقم واحد: انا هتجوز ليه؟ ايه الهدف؟ لان كتير جدا من الرجاله بتسعى للتعدد، فبتخرب البيت الاول وبتخرب البيت التاني. انما لو فكرنا وسألنا نفسنا السؤال ده: ليه؟ محدش يقول بقى انا حر. انت حر يا سيدي وكل حاجة وعلى راسنا من فوق، بس لا تفسد من حيث اردت الاصلاح. ربنا يسعدكم يا رب.